جاء جواب وزارة الداخلية محدد للسؤال: خطة الاستيعاب على 3 مخيمات. الجهة الرئيسية الموكلة بإعداد مخيمات اللاجئين هي UNHCR، مفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ولكن لا تستطيع أن تعمل مفوضية إلا بتنسيق مع وزارة الداخلية. فالجواب ضمني بأن وزارة الداخلية هي المنسق الرئيسي للحفاظ على الأمن والأمان في هذه المنطقة. أما بالنسبة للذي تفضل فيه سعادة النائب المحترم بما يخص موضوع الفلتان الأمني على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، كعضو في هذه الحكومة أؤكد سعادة الرئيس ومن خلالكم إلى سعادة النائب المحترم بأنه المملكة الأردنية الهاشمية ليست دولة ثالثة في الأمن، ولا يوجد أحد من الإخوان يذهب إلى بيته في المساء ويخرج من بيته في الصباح مدججا في الحراسة كما يحصل في كثير من دول العالم. لا، بل الأمن مفروض، وأخوانكم في الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها على أكمل وجه، ولن تتقاعس في أي يوم من الأيام في قيام بهذا الواجب. أما عندما تريد الدولة أن تفرض هيبة الدولة، يتلقى وزير الداخلية اتصالا هاتفيا من أحد النواب الكرام ويعرفه سعادة الرئيس النائب المحترم، لأنه هو كان اتصل معي وقال: قوة الأمن العام تعمل وكأنها كلاب مسعورة في قضية كانت، فإذا أردنا أن نفرض الأمن ننعت بالكلاب المسعورة، وإذا تهاونا في ذلك ننعت بأننا نترك المملكة بفلتان من ناحية الأمن. شكرا سعادة الرئيس. شكرا. تفضل بس. شكرا سعادة الرئيس. حتى لا يفهم من كلام معالي الوزير انه انا الذي اتصلت، لان السياق جاء كذلك. ارجو من معالي ان يقول من هو النائب الذي يتصل. نحن نحترم الامنيه ونحترم رجال الامن ونحترم رجال الامن ونقدر دورها، ولكن واجبنا ان نشير الى اي خلل او تقصير، وهذا حق مقدس للمجلس، لا احد فوق المساءله. واذا كان البعض يعتقد ان تزكيه جلاله الملك له في الحكومه هي حصانه فهو واهم، لا احد فوق الحصانه. تكتفي ولا تكتفي؟ انا لا اكتفي بالاجابه واحول الى استجواب. شكرا. 33 فإن الإجابة الواردة من رئيس هيئة تنظيم الكهرباء غير مقنعة إطلاقا، حيث أورد في إجابته إن التعليمات في التعرفة الكهربائية لا تميز بين المشترك الأردني والغير أردني. في الدول الأخرى إذا كان يرغب في بناء بيت أو يستأجر بيت يأتي بأوراق ثبوتية بأنه غير يملك هذا العقار، ويترتب عليه تسعير أخرى تختلف عن تسعير المواطن. إلا في الأردن هون ينقص الوافد بس رقم وطني فقط، مثل الأردني، يأخذ امتيازات الأردني. وإنه لا يوجد إحصائية تبين عدد المشتركين الغير الأردنيين، وأود هنا أن أوضح ما يلي. أولا، لماذا لا يتم تغيير التعليمات وتمييز المشترك الأردني والغير الأردني؟ فهذه التعليمات ومن السهولة إمكان تغييرها من قبل مجلس الهيئة التنظيم قطاع الكهرباء. ثانيا، تستطيع الهيئة حصر عدد المشتركين غير الأردنيين بسهولة. وأما بالنسبة للمستأجرين الغير الأردنيين تستطيع أن تضع آلية واضحة لحصرهم، وكذلك